خلي بالك ما تصبش المية السخنة في الحوض بتاع المطبخ او في اي مكان من غير ما تقول بسم الله، عشان ما تعرضش نفسك للي حصل لفيصل. قصتنا النهاردة عن غلطة صغيرة ممكن تقلب حياتك من الورد للرماد. في حب في واجد. صاحب القصة بيقول أنا اسمي فيصل، عندي 29 سنة، شغال مهندس وراتبي الحمد لله كويس، وعايش لوحدي في شقة بعيد عن أهلي. كنت بروح لهم في آخر الأسبوع على حسب ظروف شغلي. باختصار كنت عايش حياتي بين الشغل والهدوء لحد ما أمي خطبت لي بنت ناس طيبين من نفس المنطقة اللي ساكنين فيها. كنت مقدم طلب نقل شغلي عشان أكون قريب من أهلي وخطيبتي، والحمد لله الشركة كانت موافقة، خصوصا إني مقدم الطلب من زمان ولسه باقي على كتب الكتاب حوالي شهرين. عايش ما بين دوشة وشغل وتفكيري في الجواز، وحاسس ان حياتي هتتغير 180 درجة. مزاجي كان رايح جاي، مش عارف افرح عشان الجواز ولا اتضايق عشان ضغط الشغل. وزي ما انتوا عارفين اي عريس جديد بيبقى مضغوط من كل ناحية، تجهيز شقة ومصاريف واساس ومهر من اول الالف للياء. في الفترة دي قررت اقطع المطاعم خالص عشان اوفر اكبر عدد من الفلوس او من المصاريف. وفي يوم من الايام قررت اجيب كيس اندومي واجرب ترند كان مولع الدنيا على التيك توك يعني. قلت اجرب واشوف، ومن هنا بدأت القصة اللي غيرت حياتي تماما. رحت للبقالة وجبت الاندومي وكل الحاجات اللي محتاجها، ورجعت شقتي حطيت المية على النار وفضلت مستنيه لحد ما غلت، وعملت الاندومي بالظبط زي الخطوات اللي في الترند، واحدة واحدة. بعد ما خلصت سلق الاندومي جبت المصفى عشان اصفي الميه، مسكت الحله وكبيت الميه السخنه في الحوض. بس هنا بقى كانت الغلطه، ما سميتش بالله قبل ما اصب الميه زي ما امي كانت دايما بتوصيني. خلصت الاكله رحت قعدت اتفرجت في الصاله على فيلم وانا باكل، وبعدها رحت على السرير انام وانا مبسوط بالطريقه والطعم. وانا نايم جالي كابوس غريب، لقيت نفس الحوض اللي كبيت فيه الميه السخنه بيطلع من بلعته دم. الدم كان بيغلي ويفرقع كانه ميه سخنه، والحوض كله اتملى دم، وفي نفس الوقت كانت ريحه حريقه قويه جدا ماليه المكان. صحيت مفزوع بس حاولت انسى الحلم وقلت كابوس وعدى. قمت كملت يومي عادي، رحت الشغل وخلصت ورجعت بيتي اتعشيت، وقلت لنفسي المره دي هنام بدري وعشان اصحى بدري واظبط اموري. بس يا ريتني ما نمت. جالي حلم ابشع من اللي قبله. حلمت اني مربوط بسلاسل حديد تقيله ومش قادر اتحرك، وكان في واحد واقف جنبي مش شايف ملامحه بيقول لي في ودني استحمل اللي عملته بايدك. وفجاه ظهر واحد تاني كان ماسك ورقه غريبه وقاعد يقطعها وهو بيضحك ضحكه مرعبه. والاصوات حواليا كانت مختلطه، صوت عيال بتعيط وعيال بتضحك وضحكه جنونيه جدا من الراجل اللي قاعد بيقطع الورقه. حاولت اتكلم او اصرخ، قلت لهم فكوني، بس صوتي كان بيرجع لي كأن محدش سمعني. جوه الحلم اول ما فتحت بقي حسيت انهم دخلوا في بقي منديل اسود وسخ. فجأة صحيت مفزوع، كنت عايز احكي الحلم لماما عشان هي بتفهم في التفسير وكده، بس خفت اقلقها وهي بعيدة عني فقررت انساه. لكن طول اليوم وانا بفكر يا رب انا عملت ايه، فضلت استغفر وادعي ربنا وقلبي مليان خوف. عدى اسبوع وانا عايش في رعب من الحلم. اخيرا جت اجازة الخميس، ايام اللي المفروض اروح فيها لاهلي، وانا في الطريق ماسك الخط. وصلت بالسلامة الحمد لله. ما تتخيلوش اني هقول لكم شفت حاجات مرعبة في الطريق، لا 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 مفيش الكلام ده. وصلت عادي، دخلت على امي وسلمت عليها، وكنت متوقع استقبال حر زي كل مرة، حضن ودموع فرحة. لكن المرة دي لقيتها بتعيط عياط غريب. لخبطت قلت لها خير، لقيت اخواتي قاعدين في الصالة ساكتين ووشوشهم مكشرة. سألتهم ايه اللي حصل، في حد مات، في مصيبة؟ محدش رد. رحت لامي وقلت لها بالله عليكم كلموني قولي لي في ايه. امي قالت لي تعالى طب الأوضة وانا هحكي لك. رحت وانا رجلي مش شايلاني من الخوف.